المغرب لقى الكنز اللي العالم كله بيدور عليه والدنيا هتولع. ركز معايا كده عشان الحدوته دي مليانه معلومات مهمه. في قائمه كده اسمها المعادن الحرجه، ودي معادن مهمه جدا للامن القومي والتقدم التكنولوجي لاوروبا وامريكا، واللي ممكن بسببها تقوم حروب. جوه القائمه دي في شويه معادن اسمها المعادن الارضيه النادره، ودي اللي بيتقال عليها معادن المستقبل، وهي مهمه جدا جدا. عندك مثلا احدث مقاتله في العالم، فخر الصناعه العسكريه الامريكيه F-35، محتاجه حوالي اكتر من 400 كيلو جرام من المعادن دي اللي داخله في اجهزتها الحيويه، زي الرادار مثلا. مش بس كده، شايف الايفون اللي في ايدك ده لما بتدوس على الشاشه وبتحس بهزه خفيفه؟ ده برضه بسبب المعادن دي. او لما عدسه الكاميرا بتطلع لك صوره نقيه، او السماعات اللي بتديك صوت عالي وواضح. وقيس على كده بقى. طب فين بقى الكنز بتاع المغرب من كل ده؟ اصبر عليا هقول لك، بس الاول عايزك تعرف مين المتحكم في المعادن النادره دي. التنين الصيني اكبر مورد وبتتحكم في 70% من الانتاج في العالم، وده طبعا مجنن الامريكان والاوروبيين. نيجي بقى لكنز علي بابا بتاع المغرب. 2017 بعثه علميه اجنبيه اكتشفت كميه كبيره جدا من المعادن الحرجه دي في جبل اسمه تروبيك. الجبل ده تحت 1000 متر من سطح المحيط الاطلسي. لقوا فيه معدن اسمه التيليريوم بتركيز اعلى 50,000 مره من الموجود في الارض، وده تقريبا كده 10% من الاحتياطي اللي في العالم، واللي الصين برضو بتتحكم في 70% من انتاجه. التريليوم بقى من احسن المعادن اللي بتستخدم في صناعه الالواح الشمسيه اللي العالم كله رايح ناحيتها. وبالمناسبه هو مش غالي، الكيلو منه ب $80 بس مشكلته انه نادر جدا، والبديل بتاعه يا اما ما بيشتغلش كويس يا اما غالي جدا. في جبل تروبيك كمان اكتشفوا كميات كبيره جدا من الذهب الازرق اللي هو الكوبالت، اللي الطن منه ب $30,000، والكميه اللي فيه بتكفي انتاج بطاريات 270 مليون سياره كهربائيه، اللي هي عددها كام النهارده في العالم؟ 40 مليون. ده غير اكتشاف معادن تانية كتير مهمه جدا للحضاره البشريه. شايف الجبل بتاع مغاره علي بابا ده؟ اقرب بلد ليه هي المغرب. فجت اسبانيا قالت ده بتاعنا كمان عشان قريب من جزر الكناري، ولحد دلوقتي مفيش اتفاق بينهم، ومش بعيد تيجي بلد ثالثه تقول لك انا عايز من ده. وشوف انت بقى المغرب لو استغلت الجبل ده هتتحكم في ايه وهيوديها لفين.